السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. متابعيني ومتابعين مطبخ اكلات مصرية، يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين، ويا رب تكونوا سعداء دايما وبخير وبصحة وسلامة، ويعود عليكم الايام بخير يا رب جميعا بإذن الله. النهاردة بقى وصفة جديدة وجميلة وحلوة واكلة كده، يعني من الاخر. وهقول لك على طريقة كل نوع فيهم. الكبدة بقى حلويات المذبح، والكبدة مع حلويات المذبح اللي هي قدامكم دي، والكبدة المردة، والكبدة العصافير. الكبدة العصافير دي اللي بتاكلوها من العربية وتقولوا ازاي بقى انتوا، ازاي بتاع العربية مقطعها صغيرة كده. انا بقى جبت لكم الطريقة من بتاع العربية بياع العربية نفسه، بتاع السندوتشات. هاتي بقى 5 6 رغيفة كده بلدي، او هاتي ب30 جنيه عيش فينو، يا دوب يكفي الاكلة دي. الله اكبر، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالي بقى نقولك على الطريقة، وازاي انا قطعت الكبدة عصافير صغيرة كده خالص من غير ما تغلبني، وطريقة سهلة جدا. وازاي قطعت مردة اهي، البانيه او الكبدة البانيه بالردة. طريقة سهلة جدا وبسيطة. تعالوا على الفيديو. انا بقى جبت الكبة بتاعتي، قطعت الكبدة بتاعتي مكعبات زي ما انت شايفة كده اهي، تمام كده. هحطها في الكبة. الكبة دي ايدي ورجلي في المطبخ بصراحة، بتعمل لي كل حاجة كل حاجة. تقشر توم وتضرب بيض وتفرم التوم والفلفل، كل حاجة كده. بقى انا ضربت الكبدة ضربتين اتنين، ضربتين اتنين بس علشان ما تنعمش منك، يعني لفتين اتنين علشان ما تنعمش منك وتتلت منك. كده هتبقى مقطعة زي ما هوريها لك، قطع صغيرة خالص. اللي هي بتروحي عند الجزار تقول له عايزة كبدة عصافيري، عايزة كبدة بانيه، عايزة كبدة شرايح، مكعبات يعني. وفرت عليا الكبة دي بصراحة، وفرت عليا. شايفة الكبدة اهي، فتافيت صغيرة زي ما بتشوفيها عند بتاع العربية بتاعت الكبدة اهي. شوفوا، قطع صغننة خالص خالص. بس اهم حاجة ان انتي ما تزوديش في الضرب بتاعها، هي ضربة واحدة او ضربتين حسب ما تلاقيها اتقطعت معاكي. انا عملتها ضربتين اتنين في الكبة بس، ادتني المنظر الجميل الحلو ده. تمام يا حبايبي. هفرم بقى قطعتين تاني وهفرم عليهم حتة ليا. وتعالوا بقى نعمل احلى كبدة عربية، احلى من بتاع العربية بكتير. السندوتش بيتباع ب25 جنيه، قد الصباح كده، صغنن خالص قد صباع الايد، وتاكليه في قطمتين اتنين. جبت بقى فلفل، وفلفل حامي، فلفل احمر، وفلفل اخضر، تمام، وتوم، وحطيت عليهم معلقتين خل. هاخد بقى معلقة واحطها في الزيت وهنزل عليها بالكبدة واللية كمان اللي انا فرمتها. شم الريحة بقى يا باشا، شم الريحة. الله 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 الله. نفسي تجربي الوصفة عشان تشوفي كلامي صح ولا لا. الريحة الوقتي يعني ما اقولكيش، فظيعة فظيعة، ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. احلى من كبدة العربيات. ما تقوليش كبدة عربيات ولا مطاعم ولا اي حاجة، مفيش انضف من الحاجة واجمل من الحاجة اللي بتعمليها بايدك وبتعمليها في بيتك وبحب وبنفسك الحلو كده في الحاجة. مفيش انضف من كده. قلبي بقى الكبدة كده، ايدك فيها على طول تقلبيها عشان ما تلزقش في بعضها، عشان طبعا دي قطع صغننة. وحطي الملح بتاعك بقى، وحطي شوية كزبرة وشوية فلفل اسود، ودوقي الطعم بقى يا باشا. وبصي، اكلة جميلة جدا. هجيب التوم بتاعي بقى بعد ما الكبدة خلاص استوت. هجيب التوم بقى والخلطة بتاعتي دي، توم وفلفل حامي، وفلفل اخضر وفلفل احمر، وحطيت عليهم الخل، تمام. وطبعا ظبطي الملح بتاعك بقى، ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. وهتشم الريحة من اخر الدنيا. الجيران هيجوا يخبطوا عليكي دلوقتي ويقولوا لك ايه الريحة الخرافة الجميلة التحفة دي. صلي بينا على النبي. وقلبي بقى الكبدة بتاعتك كده تقلبتين 3 كده لحد ما تاخد طعم الثوم وطعم الفلفل والدقة الحلوة اللي انت عاملاها دي، وهتبقى معاكي بالشكل الجميل ده. وزي ما قلت لك، هاتي صوابع الفينو بقى وافتحيها وعبيها للولاد، وكلي بألف هنا وشفا.
هنا بقى انا جبت الحله بتاعتي دي، بنتي بتقول لي لا يا ماما ما تعمليش في الحله دي والناس تعيب عليكي، ولا ما تعملي. الحله دي بقى لها 30 سنه عندي، عملت فيها اجمل اكل واجمل سمك واجمل حاجات حلوه. الذكريات الحلوه دي انا لا يمكن استغنى عنها. الحله دي دي عشره عمر يا جماعه، بجد بجد عشره عمر. بقلي فيها كل حاجة. أيوة عندي التيفال وعندي الاستانلس وعندي كل حاجة، بس الحلة دي عصرتني الجيل يعني 30 سنة يا جماعة. تخيلوا بقى العشرة ما بتنشل إلا على ولاد الحرام. طبعا أنا جبت الكبدة بشرايح زي ما شفتوها كده، أنا اللي قطعتها شرايح. وحطيت لها توم وفلفل وفلفل اسود والملح ومعلقة خل ونص ليمون، ونقعتها كده في التتبيلة ربع ساعة. تمام، على بال ما عملت الكبدة العصافير. وهنا بقى هسخن الزيت جامد. بعد ما حطيتها في الردة، هحطها في الردة. الردة دي انا بجيبها من عند العطار سايبة، او بتجيبيها من السوبر ماركت، بتبقى كيلوات مقفولة زي السكر وزي الرز كده. بتقولوا له انا عايزة ردة اعمل بيها كبدة، تمام، او ردة بتاع الخبيز. طبعا دي متوفرة عندي عشان انا بخبز في البيت يعني، وبتبقى متوفرة عندي على طول. ولو مش عندي زي ما بقولك كده بتجيبها من العطار او من السوبر ماركت. تمام تمام يا ام محمد. هقدح الزيت بقى جامد وهنزل بالكبدة بعد ما حطيتها في الردة، وتوطي بقى النار. بعد ما تحطيها هتطلع معاكي بالشكل الجميل التحفة ده. بتقدحي الزيت وتحطي الكبدة وبعد كده توطي عليها، تهدي عليها النار وعشان ما تتحرقش منك وتستوي على نار هادية. تمام، اهي زي ما انت شايفة كده الجمال والحلاوة دي والطعامة. وبألف هنا وشفا للي كان، وبألف هنا وشفا للي هتجرب الوصفة. تحطي لي لايك وتفعلي الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من مطبخ أكلات مصرية. ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. جمال الجمال النهارده، مفيش اكل بقى بعد كده. اعملي بقى جنبيهم طبق سلطة وطبق طحينة، وكلي بقى بألف هنا وشفا يا حبيبة قلبي انت وولادك. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. ادي الكبدة بتاعتي العصافيري اللي هي بتاعت العربية، وممكن تقولي عليها شبيهة للكبدة الاسكندراني، بس الكبدة الاسكندراني بتبقى مقطعة شرايح كده رفيعة. ودي بقى انا خدت حته كبده على حته سمين كانت كانت في الكبده. طبعا الجزار لازم يحطها لك على حته حلويات المذبح، وقلبتهم كده في معلقه سمنه، ونزلت بالكبده والحاجات بتاعتي كلها وقلبتهم مع بعضيهم، هيبقوا معاكي بالشكل الجميل ده. وطبعا الفلفل الاسمر بقى والملح. وشكرا على كده. هاتي بقى العيش وكلي ووكلي ولادك واتبسطي وادعي لي دعوه حلوه. بصوا الجمال، الله الله الله. الا الريحه يا جماعه، الريحه قلب الدنيا بجد. صلي على رسول الله، واذكريني بدعوه حلوه، وحطي لايك للفيديو لو عجبك. ولو اول مره تشوفي قناتي يا ريت تشرفيني وتشتركي فيها. استودعكم الله واشوفكم في فيديو جديد. مع الف سلامه.